السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. وحشتوني. النهاردة هنعمل حاجة كده بقى ايه من بتاعة رمضان. حاجة كلنا بنحبها، هنعمل البسبوسة. بسبوسة ال5 دقايق. مش هتاخد معانا وقت، وفيها مكوناتها وسريعة، فيها كل المتطلبات بتاعتها. هنفرغ محتويات الكيس كده في قصعة، في بولة، في اي حاجة. ومعانا بقى على الكيس هنسيح معلقتين سمنة لكل كيس. يا حول الله، طب ما تفتحي شوية كده. فرغنا محتويات الكيس، ومعايا يا جماعه علبتين زبادي. تعالوا ما نعمل الشربات. على ما نعمل الشربات يكون احنا خلصنا البسبوسه. معايا 3 كوبايات ميه على 3 ونص شربات او 4 شربات. هم 4 شربات، 4 سكر، انا اسف. 3 ميه عليهم 4 سكر. ونعصر ليمون عليهم ونسيبها بقى مع نفسها. نرجع تاني بقى لمحتويات الكيس بتاعنا. كده فرغناه. طبعا معايا السمنة انا سيحتها. قلنا الكيس عليه معلقتين سمنة. هنقلبهم كويس اوي، كويس في بعضهم كده لغاية ما يدوبهم. يبقوا كل البسبوسة كده شاربة من السمنة بتاعتنا قوي، تفرق معاكي كده وتبقى حلوة زي ما انتوا شايفين كده. السمنة كده تغلغلت كده تمام. هنعمل ايه تاني؟ هننزل بمعلقتين الزبادي. اسفة، علبتين الزبادي، مفيش تركيز خالص، معلش. علبتين الزبادي. وطبعا هدوبه كده زي ما انتوا شايفين. لو انت حاسه ان هي محتاجه شويه لبن، شويه ميه، ضيفي لها. انا طبعا ضفت لبن. علبه لبن كده من اللي هي زي العصير دي، علبه صغيره من 100 جرام او 200 جرام تقريبا. اهي انا ضفتها كلها حبه حبه كده. لما لقيت العجينه كده بقيت اضيفها واحده واحده. لما لقيتها محتاجاه ضفت الباكيت كله. مم. بصراحه جميله وحلوه، وبتفكرنا كده برمضان وليالي وايام رمضان. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي، أعداء علينا بالخير واليمن والبركات. زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى صينية هدهنها زيت، وهنبدأ ننزل المحتويات بتاعتنا. اهيا. افرديها بقى معاكي زي ما انت شايفة كده. طبعا معايا كوباية بقى في قلبها شوية مية، ابقى ابل المعلقة منها كده واسوي وشها، لأنها طبعا بتبقى تمسك في المعلقة شوية. حاجة تبل يا دوبك كده وتفردي. ظبطي الصينية بتاعتك من الاتجاهات كلها كده على قد ما تقدري. ساوي بل المعلقة وظبطي. دي ايد بقى بنت سلفتي، جنى حبيبة قلبي. كانت بتقول لي ايه الجنب ده عالي شوية ظبطيه، فانا ايه طبعا خدت برأيها وظبطت. طبعا لو حد واقف معاكي بيبقى شايف برضو احسن منك، والمشورة حلوة برضو. جميلة جدا. معايا الفرن طبعا مولعاه. نحطها في الفرن وتعالى بقى نشوف. هنا بقى نحط كيس فانيليا. هتكون طلعت معانا خلاص كده، قربت تطلع معانا. الشربات سخن والبسبوسة بتاعتي سخنة. نضيف بقى كده، طلعت معايا من الفرن اهي. هنضيف كده ايه الشربات عليها وهي سخنة. هي سخنة يا جماعة، والشربات بتاعنا سخن. اقطعها بقى كده. انا ما ضفتش الشربات كله، انا اقطعها على فكرة عادي. ما تقطعها قبل الفرن وما تقطعها بعد ما تطلع من الفرن. انا قطعتها بعد ما طلعت من الفرن، مفيش اي مشكلة. ده خلاص قطعتها كده بالطول بس. واضيف بقية الشربات عندي كده واقوم مغطية عليها. اغطي عليها بقى كده عشان ايه تطرى وتبقى حلوة. خلاص كده معايا اهي. تعالوا بقى اما نشوف كده، نخرطها بقى ونطلع كده وندوب. زي ما انتوا شايفين كده، ما فيش اي مشكلة ان انت تخرطيها بعدها. خرطها بعدها، خرطها قبلها، ما هياش فرق. تعالوا بقى ندوق بقى. طعمها جميل جدا.
الله الله الله، طعمها حلو جدا بصراحة. وبالهنا والشفا حبايب قلبي، يا ريت تجربوها وتدعمونا باللايك والشير. شكرا لحضراتكم.